اشخاص وضعهم مثلا متدني انه اذا يكون المنظمه صايره بالحسن بلا صحيح. ما عاد يعني هسه صار احنا هالفتره هاي عندنا حمله لمناهضه العنف ضد المراه. هاي العنف ضد المراه انه حمله عالميه انه تمر علينا ب 25 الشهر الذكرى العالمي لمناهضه العنف ضد المراه. انه المراه قاعده تتعرض للعنف باشكال متعدده. احنا هين جايين اليوم مثل كحمله توعيه، نحاول انه نوعي النساء قدر الامكان، نشوف النساء المعنفات اللي تعرض للعنف، يعني بما النساء قاعده تعرض لعنف جسدي، عنف لفظي، يعني عنف اقتصادي، يعني بيجي كثير اشكال للعنف. احنا من خلال محاضرتنا هاي راح نشوف نعرفكم انتم بالعنف، ونشوف زاد النساء اللي تعرض للعنف، وبنفس الوقت زاد انتم على خط جبهه، كخط جبهه انه انتم كنساء يمكن اكثر نساء انه تتعرض لعنف نفسي من خلال هذا القصف اللي عم يصير بشكل يومي. يعني انتم كنساء انه شنو تحسون وقت تصير هالقصف، شنو الشعور اللي تشعرون به، قديش ياثر على نفسيتكم هذا العنف اللي عم يصير من قبل الاحتلال التركي. يعني ببعضهم حتى تنضرب على حد، او ببعض يمكن قاعد نشوف على شاشات التلفزه وعلى غيرها انه قاعد كل يوم بنساء عم تنقتل وتنذبح. حتى هذا العنف يمكن يؤدي كثير من النساء للانتحار. يمكن شفنا بعيننا قديش بنساء انتحرت. كل هذا النساء اللي انتحرت بوراها اسباب. شنو اسباب هذا الانتحار؟ كلها يمكن انتم كنساء لما تسالون نفسكم انه ليش انتحرت هاي المراه، اغلبها قاعد تفكر احنا كمجتمع اكثر شيء نفكر بالشرف. لا مو شرف، يمكن هاي المراه معنفه من قبل اخوها، من قبل زوجها او غيره، يعني قانوني الحال والشغلات كل هالشغلات هاي عم تحز بنفس المراه، تخليها تتفعل الانتحار. اي مراه لو تكون مثلا المراه مبسوطه ما تنتحر. لو ما كان في دوافع، وتكون هاي الدوافع قديمه عم تتراكم على هاي المراه، ضغوطات نفسيه تتراكم عليها، تتفعل الانتحار. مين يسخي بنفسه؟ انت كمراه تسخين بنفسك، تقتلين نفسك؟ ما حد يسخن نفسه. البنت الصغيره اللي شافت هذا العنف راح يظل ياثر على نفسيتها لحد ما تكبر. يعني العنف هلا عم تعرض له المراه ياثر على المجتمع، ياثر على المجتمع. احيانا حتى مثل العنف زاد انه من اسباب العنف يمكن الطلاق، انه المراه قد ما تتعنف هين انه تضطر تاخذ انه خيار انه تطلق من هذا الرجل اللي عم يعنفها. هين وقت تتعنف المراه او تطلب الطلاق هين يصير انفصال. من يكون ضحيه الانفصال؟ هذا الاطفال الموجودين. يعني الاطفال راح يتشردون بين الاب والام. هين يصير عندنا ذات تفكك اجتماعي، جاريه انه تفكك اجتماعي بالمجتمع. وهذا العنف راح يكون ياثر على نفسيه الاطفال حتى بالمجتمع، راح ياثر على نفسيه الاطفال وهم صغار لحد ما يكبر، راح ياثر عليهم كثير هذا العنف اللي عم يطبق. يعني نحاول قدر الامكان لازم انه هالحالات الاجتماعيه اللي عم تصير مثل العنف بالاسره، يعني لازم انه يكون الاطفال بعيدين عن هذا العنف اللي عم يصير. يكون مثلا انه نحاول مثلا نقاشاتنا الزوجيه او غيرها راح تكون بغرفه خاصه او من دون صوت، حتى ما يتاثرون هذا الاطفال، يعني بس يكبرون وتاثر على نفسيتهم مستقبلا. نحاول قدر الامكان نحاول النهوض بحركه المراه. القائد عبد الله اوجلان وقت شاف انه المراه هي العضو الفعال بالمجتمع، هي اساس بناء المجتمع. قديش هاي المراه صار لها من 5000 سنه عم تعرض للعبوديه، تتعرض للظلم والعنف. شاف اذا المراه ما تحررت هين خصوصا مجتمعاتنا ما راح يتحرر المجتمع بشكل عام. حاول انه القائد من خلال كتاباته، من خلال المذكرات اللي عم يبعثها وغيرها، عم يحاول انه بنى الطريق للمراه، انه قال انه هاي المراه انه يعني وصل لنا طريق حقوقي، طريق خلاص المرأة. يعني نشوف انه كثير النساء انه بلشت هاي هسه عن انه كحركة نسائية بلشت النساء عم تعرف حقوقها. انه شاف القائد انه اذا ما تحررت المرأة، ما اخذت هاي المرأة حقوقها، احنا كمجتمع بشكل عام ما رح نتحرر. نتمنى انه مثل هالنساء انه انتم كنساء يعني عم تتعرضن للعنف لازم ما تسكتن عن حقوقكن بشكل عام. يعني المرأة يعني وقت تنكسر المرأة يعني كسرت هين وكسرت مجتمع كامل. يعني انت وقت انت تكونين مكسوره راح بنتك راح تكون مكسوره بالمستقبل. اما وقت انت المراه تكون قويه، تكون قد حالها، حتى بناتها تكون قويات قد حالها، هين صار عندنا مثل ما نقول مجتمع قوي متماسك. بداية نرحب جميع الرفيقات اللي قاعدات على خطوط الجبهات وصار لهم كذا سنة عم يناضلوا، عم يدافعوا على أرضهم، على ترابهم، إنه
يعني صراحة المرأة المقاومة هي اللي تقعد بهالوقت بخطوط الجبهات، واللي تقدر تدافع عن حالها وعن أولادها وتحمي بنفس الوقت تحمي شرفها كمان. نحن يتبلش عندنا كمؤتمر ستار القاعدة الأساسية للمرأة مناهضة العنف ضد المرأة. لهيك في عندنا محاضرات، نحن عم نطلع أو القرى عم نعطي المحاضرات، يعني ما نقلل من قيمة المرأة، ما نعرف المرأة تقدر تدافع عن حالها وين ما كانت، أما المحاضرات كمان ضرورية، لأنه في كتير شغلات بالمحاضرة أنه الرفاق لازم يسمعوها. يعني من طرف العنف يعني لما اجى العنف على المرأة من قبل 5000 سنة استمر هذا العنف والذهنية السلطوية على المرأة لحد هلا. أما نحن بدورنا هلا كنساء إيش مطلوب منا؟ مطلوب منا أنه نحن نوعي حالنا، مطلوب منا أنه نحن نقدر ندافع عن حالنا، مو كل شيء نطالب من الزلمة. لهلا في مجتمعنا هذا لسه هالذهنيه السلطويه الذكوريه مستمره علينا، لما انه انا ما اقدر اخطي خطوتين برات البيت اذا ما اطلب اذن من جوزي او من اخوي، نحن هون عم نضيع حقنا. معلش نحن كمان نطالب بحقوقنا بس ضمن الاصول، ضمن المساواه بين المراه والرجل. يعني لو اذا ما كان في مساواه بين المراه والرجل، المراه حقها راح يكون ضايع بالمره، راح تضل على طول عبده. الزلمه طبعا يطلع على المراه هي كعبده، هي بس انه عبده تشتغل بالبيت، تجيب اولاد، تربي اولاد، تكبر اولاد، تروح تشتغل بالشول تجيب، بس هيك. اما حقوق البقيه ما في. نحن كنساء كمان إلنا كثير حقوق، بس شقد فينا نقدر نطالب بحقوقنا، نقدر نطالب بحقوقنا، ما نقدر نطالب بحقوقنا. هاي الشغله ترجع لنا نحن، ذهنيتنا نحن لوين وصلنا. يعني بهالقرن اللي نحن عايشينه، بهالقرن اللي كل شيء صار لنا متوفر، طلعنا صرنا موظفين، صرنا ماموسات، صرنا نقدر نطلع من بيوتنا، صرنا نقدر نطلع على الاجتماعات، نقدر يعني اتذكر قبل المرأة حتى على السوق ما كانت تروح، ما تقدر، في غيرها ابوها او امها كبيره بالعمر تروح تشتري لها حاجاتها الشخصيه وتجيبهن. اما العدو قام يخاف من المراه. ليش هلا على طول عم مثلا يختال المراه؟ اذا من طرف الطيران او من طرف الميت التركي او من طرف الجواسيس او من اي طرف، هو هلا عم يستغل انه حط غايته بالمراه انه مثلا يمحي حركه المراه. اذا حركه المراه توقفت معناته الحركه كلها بدها تنفرط. يمكن ما أعرف سمعتوا كمان في بنات بطرف الشدادي، هند وسعدة، العدو يعني من طرف ميت التركي، من طرف الجواسيس بعث على قريتهم يعني من هذول وقتلوهم اثنيناتهم، هند وسعدة. يعني هو لما العدو فكر انه اذا قتل هند وسعدة من المكون العربي انه العالم كلها بدها تخاف وبدها ترجع لورا، لا، اذا راحت مرة تفوت 100 مرة مكان هالمرة. يعني نحن لازم نكون قويين من هالطرف هذا. اما طالب باخوة الشعوب، طالب بكل المكونات، انه كل المكونات تكون إلها مكانة، تكون إلها رأي، تكون إلها قرارات، يكون إلها تقدر تحكي، تقدر تدافع عن حالها، ما تظل على طول تحت سيطرة الدول مشان مصالحهم الشخصية. أما ما حدا مشان سواد عيننا واقف قدامنا. ليش لما يصير ضرب ما حدا منهم يضرب فشقة وحدة؟ كلياتنا نعرف، هاي نحن عايشين بخطوط الجبهات ونعرف. إذا ما نحن دافعنا عن حالنا ودافعنا عن أرضنا، العدو ما يقدر يجي يدافع عنا. العدو قد ما فيه هو يحب يختال. إلى هيك كمان نحن كمرة كلياتنا لو نمسك إيد بعض ونقدر نتساعد مع بعض ونشيل هالذهنية السلطوية كمان من على راسنا،